مشكلة مجموعة من الشباب تحديدا في محافظة قنا. الشباب دول حطوا كل تحويشة عمرهم او كل راس مالهم في حتت اراضي استصلحوها واصبحت بالفعل صالحة للزراعة ومثمرة. طبعا من خلال ده تم توفير عدد كبير من فرص العمل لكثير من الشباب وللمزارعين في المحافظة، لكن للأسف الشديد فجأة قررت المحافظة والهيئة العامة للمشروعات الزراعية انها تسحب الارض دي منهم بحجة اقامة محطة للصرف الصحي، وده في نفس الوقت اللي الناس بتعتبره خطورة في حد ذاته، لان ازاي هتكون في محطة صرف صحي بالقرب من النيل. خلونا نتابع المشكلة دي في تقريرنا اللي جاي. أزمة مزارعي صحراء المراشدة في محافظة قنا عادت مجددا بعد تجدد مخاوف الإزالة التي تهدد زراعاتهم الممتدة على مساحة 5000 فدان. العشرات من المزارعين وشباب الخريجين المصريين كانوا قد استصلحوا 5000 فدان في صحراء المراشدة غربي قنا منذ 10 سنوات، وبعد أن أثمرت الأرض القاحلة ووصل إنتاجها إلى الأسواق قامت أجهزة محافظة قنا بإزالة الزراعات والمباني المقامة على الأرض، وطردت زراعها ومستصلحيها وأعادت تخصيصها لإحدى الشركات اليابانية التي حصلت على مساحة 7000 فدان من الحكومة لاستصلاحها وزراعتها، من بينها 5000 فدان كانت مزروعة بالفعل منذ عامين. حاولنا نزرع دلوقتي في المزرعة القديمة اللي هي كان المفروض مزرعتنا، فبعد كده ادوها للمستثمر الياباني. فطبعا دلوقتي هم نقلونا من المزرعة القديمة ودونا المزرعة الجديدة. فبعد ما زرعنا سنة واتنين وعمرنا وعملنا صوب حديثة وزراعات مكشوفة، دلوقتي اتضح ان هم عايزين ياخدوا منا الارض. احنا طبعا كنا واخدين ارض قبل كده وخدوها مننا دول الشركة اليابانية، والكلام ده حوالي ليه بتاع سنتين. احنا ناس متضررين، يعني هم خدوا مننا الارض وخدوا شقانا وتعبنا كله دول الشركة اليابانية من غير اي فايدة. طب يروحوا يدوروا يحققوا ويشوفوا الارض اللي ما تزرعش بتاعت الشركه اليابانيه اللي اخذت 7000 فدان. وبتوصيه من لجنه الزراعه والري بمجلس الشعب سلمت محافظه قنا مزارعي المراشده مساحه 5000 فدان بديلا لهم عن اراضيهم التي خصصت للشركه اليابانيه، وبعد ان استصلحوا ارضهم البديله وباتت مزروعه بمئات الافدنه فوجئوا بقرار اصدرته المحافظه بطردهم من اراضيهم مره اخرى وازاله زراعاتهم بدعوى اقامه غابه صناعيه ومحطه لمعالجه الصرف الصحي. احنا كنا واخدين ارض من 5 سنين وتمت ازالتها، طلبت المحافظه ان احنا نخليها عشان في شركه يابانيه جايه تستثمر فيها. نقلونا الارض اللي احنا فيها دي دلوقتي، وبعد ما بقالنا سنتين بنزرع فيها زرعنا وانتجنا وانتاج موجود وصدرنا وطلعنا قمح وطماطم وخيار وكنتالوب وانتاج حيواني وكل حاجه. دلوقتي عايزين ياخدوا الارض تاني بعد ما اتصرف عليها مئات الملايين، مساحه تقريبا 5000 فدان، عشان يعملوا عليها غابه شجريه ومحطه صرف صحي ويدمروا المنطقه بالكامل. جدير بالذكر ان الشركه اليابانيه التي خصص لها 7000 فدان منذ عامين لم تستصلح سوى 12 فدانا فقط، الأمر الذي اضطر معه المسؤولون في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بإعداد مذكرة بالمشروعات الزراعية التي انتهت منها على مساحة 7000 فدان بمنطقة المراشدة في محافظة قنا، كانت الهيئة قد خصصتها لها قبل عامين لتحديد جديتها من عدمه.